هو الام سي بي او الموديل كونتكست بروتوكول؟ ببساطه هو ستاندرد بروتوكول بيخلي اي اي موديل يقدر يتكلم مع اي اكسترنال تول او داتا سورس عندك. خليني ادي لك مثال. لو انت بتستخدم جيت هاب او نوشن او سلاك مثلا، الطبيعي انك بتدخل تفتح الابلكيشن تدور على المعلومه اللي انت عايزها، تعمل كوبي وتروح للاي اي تعمل بيست عشان تساله عليها. لفه طويله صح؟ الام سي بي بقى بيحل المشكله دي، بيخلي الاي اي يكلم التولز دي مباشره. ومش بس كده، الام سي بي سيرفر اللي بتبنيه هو اللي بيتحكم في ايه اللي الاي اي يشوفه. وكمان نفس الام سي بي سيرفر ينفع يشتغل على كلود، كيرسر، واي تول بتعمل سبورت للبروتوكول ده. وهنا بقى يجي السؤال اللي يهمنا كديفلوبرز، ازاي نطبق الكلام ده عندنا؟ ازاي نخلي الاي اي يقدر يكلم الاي بي ايز والانترنال تولز وحتى الداتابيسز بتاعتنا؟ الموضوع ده بقى اسهل بكتير مما تتخيل. مايكروسوفت عملت اس دي كي نقدر من خلاله نبني ام سي بي سيرفرز، وده اللي هنجربه مع بعض النهارده. يلا نبدا. البلوك ده هيكون الريفرنس بتاعنا النهارده، هنطبق منه اللي محتاجينه عشان نبني اول ام سي بي سيرفر. فخلينا نمشي مع الستبس اللي موجوده هنا. اول ستيب عندنا اننا نعمل كونسول ابلكيشن، فخلينا ناخد اول كوماند كوبي ونفتح التيرمينال. وانا هنا واقف جوه الدايركتوري بتاع البروجكتس، فخليني اعمل بيست واقول انتر. تمام، عملت البروجكت. خلينا ندخل جوه البروجكت اسمه my first MCP. بعدها خلينا ناخد الباكجز اللي محتاجينها. اول باكج دي هي الاس دي كي اللي عملته مايكروسوفت، وتاني باكج عندنا عشان نقدر نعمل هوست للام سي بي. فخلينا نعمل كوبي ونرجع للتيرمينال ونعمل بيست. تمام كده عملنا انستول. تعالى نفتح رايدر عشان نطبق باقي التشنجز من جوه الاي دي اي. احنا هنا جوه رايدر اي دي اي وفاتحين البروجكت اللي عملنا له كرييشن. تعالى نتاكد من الديبندنسز اللي عملنا لها انستول. لو رحنا على الديبندنسز هتلاقي عندنا تو باكجز، مايكروسوفت اكستنشن هوستنج وموديل كونتكست بروتوكول. خلينا نرجع للبلوج ونشوف ايه النكست ستيب اللي عندنا. خلينا نعمل سكرول داون، وهنا بيديني الكود اللي المفروض يكون موجود جوه البروجرام سي اس. خلينا ناخده كوبي بعد كده نتكلم عنه. خلينا نروح على البروجرام سي اس ونعمل كنترول في، وتعالى نبص على الكود اللي موجود. احنا بنبني البيلدر بتاعنا، والستيب اللي هنا دي مهمة جدا. هنا بنقول ان الابليكيشن لوجز المفروض تطلع على ستاندرد ايرور تشانل مش ستاندرد اوت تشانل. اي ابليكيشن عنده تو تشانلز، ستاندرد ايرور وستاندرد اوت. فاحنا هنا بنفهمه ان الابليكيشن لوجز طلعها على الستاندرد ايرور. ليه بنعمل الخطوه دي؟ لان الام سي بي سيرفر بيتكلم مع الاي اي كلاينت عن طريق الستاندرد ان والستاندرد اوت تشانلز. فلو اللوجز راحت على ستاندرد اوت تشانل هتبوظ المسجز اللي بتتبعت ما بين السيرفر والكلاينت. الخطوه اللي بعد كده اننا بنعمل ريجستر للام سي بي سيرفيسز جوه الديبندنس انجكشن كونتينر، وبنقول له استخدم الستاندرد ان واوت تشانلز. واخر حاجه بنقول له with tools from assembly. هنا بقى محتاج اقف عند كلمه tool. التول في الام سي بي هي ببساطه فانكشن او ميثود بتعملها والاي اي بيقدر يناديها. فاللاين ده بيقول للسيرفر يعمل سكان للاسمبلي ويدور على التولز دي ويعمل لها ريجستر. تعالى بقى نبني اول تول مع بعض. خلينا نرجع للبلوج تاني ونعمل سكرول داون، وهنا عطينا كلاس فيه تو ميثودز. الحاجه الوحيده اللي مختلفه عن الكلاس العادي هي الانوتيشنز اللي موجوده هنا، سواء ام سي بي سيرفر تول تايب او ام سي بي سيرفر تول. تعالى ناخد الكود ده كوبي ونشوف معانا ايه. خلينا نرجع على الاي دي اي تاني، وتعالى نعمل نيو كلاس نسميه ايكو تولز ونقول انتر. تعالى نعمل بيست للكود بتاعنا. خلينا نعمل امبورت للباكج. تمام، الكومبايليشن ايرورز اختفت. تعال بقى نفهم الانوتيشنز اللي عندنا. اول انوتيشن اللي هو ام سي بي سيرفر تول تايب، ده بيقول للسيرفر ان الكلاس ده جواه تولز والمفروض تعمل له ريجستر. بعد كده هتلاقي على كل ميثود ام سي بي سيرفر تول انوتيشن ومعاه ديسكريبشن، وده معناه ان الميثود دي عباره عن تول الاي اي يقدر ينادي عليها. والحاجه المهمه جدا هي الديسكريبشن. هنا من خلال الديسكريبشن لما نيجي نكتب اي مسج للاي اي بيقدر يفهم هو المفروض ينادي على انهي تول بالظبط.
عشان كده الديسكريبشن مهم جدا للاي اي. نفس الكلام في الميثود الثانيه. طيب بكده هنكون خلصنا كل الكونفيجريشنز اللي محتاجينها. دلوقتي عايزين نوصل الام سي بي سيرفر ده بالاي اي كلاينت. تعالى نرجع للبلوج بتاعتنا ونعمل سكرول داون. هتلاقي هنا في الكونفيجريشن فايل اللي محتاجينه عشان نقدر نخلي جيت هاب كوبايلوت يعمل كونكت على الام سي بي سيرفر ده. بس احنا هنا هنستخدم كلود كود، فهتلاقي في شويه اختلافات دايما في الكونفيجريشنز اللي بتستخدمها على حسب الاي اي كلاينت. فيفضل دايما انك تعمل سيرش على الفورمات بتاع الكونفيجريشن فايل على حسب الاي اي كلاينت اللي هتستخدمه. فمثلا من ضمن الاختلافات اللي موجوده عن جيت هاب كوبايلوت اننا بنعمل فايل اسمه .mcp.json. هنا لو تلاحظ هو mcp.json، والمكان اللي بنحط فيه الفايل ده في الروت بتاع البروجكت اللي موجود فيه .cs project file، على عكس المكان اللي موجود هنا وهو .vs code folder. لو رحنا على الفايل نفسه هتلاقي جيت هاب كوبايلوت عندها inputs في كلود كود، مفيش حاجه اسمها inputs. هتلاقي جيت هاب كوبايلوت حاطط تايب ستاندرد ان ستاندرد اوت تشانل. في كلود كود الموضوع ده اوريدي موجود باي ديفولت، فمش محتاجين نحط تايب. من ضمن الاختلافات التانية برضو ان هنا مثلا هتلاقي كي اسمه سيرفرز، في كلود كود هتلاقي الكي اسمه MCP سيرفرز. فتعالى ناخد الكود ده ونعدل عليه جوه البروجكت عندنا. فخلينا نعمل نيو فايل .mcp.json، نحط الكود بتاعنا ونشيل الحاجات اللي مش هتشتغل مع كلود كود. هنا المفروض يكون اسمه MCP servers، والتايب مش محتاجينه برضو. وتعالى نجيب اليو ار ال بتاع البروجكت. فخلينا رايت كليك على البروجكت ونكوبي الدايركتوري ونعدله، وكده الكونفيجريشن فايل بقى جاهز. طيب خلينا نعمل تيست دلوقتي. خلينا نفتح كلود كود، وهنا اول ما فتحناه قال لي نيو MCP server found in .mcp.json، وده لان كلود كود بيروح يبص على .mcp.json فايل اول ما يشتغل. فتعالى نقول له use this MCP server. بيقول لي IDE disconnected. تعالى نتاكد IDE بقى connected ال IDE. ودلوقتي عشان نتاكد ان ال MCP server بتاعنا موجود تعالى نقول /MCP، وهتلاقي هنا عندي MCP اسمه my first MCP. لو دوسنا عليه هيجيب لنا الستيتس والتولز اللي موجوده جوه. عندنا تو تولز، تعالى نعمل فيو. اول تول reverse_echo، وتاني تول هي echo. دول الفانكشنز اللي موجودين جوه الكلاس بتاعنا اللي اسمه echo tools. تعالى نعمل escape وتعالى نجرب نقول له echo this message first MCP انتر. هتلاقيه هنا عمل ديتكت على طول للام سي بي سيرفر، واعطيني التول اللي هيستخدمها وهي ايكو، ودي الفانكشن اللي كانت موجوده جوه ايكو تولز. تعالى نفتح ايكو تولز، هتلاقي هنا عندي فانكشن اسمها ايكو. ليه راح عليها؟ عشان كتبنا مسج بتقول ايكو ذيس مسج، وهنا الديسكريبشن موجود ايكو ذا مسج باك تو ذا كلاينت، فقدر يماتش ما بينهم ويوصل ان دي التول او الفانكشن اللي محتاج يناديها. فتعالى نقول له بروسيد، رجع لي hello from C sharp first MCP، ودي المسج اللي بنرجعها من الفانكشن دي. فكده شفنا ان الاي اي كلاينت قدر ينادي على التول بناء على ناتشورال مسج عاديه جدا. قلنا ايكو ديز مسج قدر يوصل من خلالها للتول اللي محتاج ينادي عليها. وكده نكون عملنا اول MCP سيرفر. خلينا نفتكر اللي عملناه بسرعه. اتعلمنا ايه هو الام سي بي، ليه هو مهم، بنينا ام سي بي سيرفر باستخدام مايكروسوفت اس دي كي، عرفنا ازاي نعمل تولز ونوصفها صح عشان الاي اي يفهمها، وفي الاخر عملنا كونكت مع كلود كود. ده كان مثال بسيط بس كان لابد منه عشان نقدر نفهم ازاي البيسك ام سي بي سيرفر بيشتغل ونقدر نبني عليه حاجات اكبر. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنبني ام سي بي سيرفر بيتكلم مع داتابيس، وهنشوف ازاي نحط الجارد ريلز الصح عشان نحمي الداتا بتاعتنا. فلو الموضوع عجبك اعمل سبسكرايب عشان يوصلك الفيديو الجديد، وسلام.